السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجي الحسين اسماعيل معتقل لثالث مرة رابع مرة. عندي عائشة ويوسف. اعتقل من حوالي مثلا 15 يوم، اخذ امر اعتقال من 15 يوم. قبل ما ياخد الامر دوت هم طبعا كانوا عايزينه فمش عارفين بيته فبيدوروا عليه، جم عند مامته وكسروا الباب مفاجئ. 12 نفر طلعوا بطريقه همجيه جدا وبشكل مفزع جدا. اخذوا حسن بيحسبوه حسين، فقال لهم لا انا حسن، فقالوا له خلاص احنا هناخدوك لحد ما حسين ما يجي يعني. اخذوا اخوه اسماعيل، قالوا له احنا عايزين حسين. فوالدته اتصلت بيه وقالت له تعالى عايزينك يعني. فراح سلم نفسه، طبعا مش عارفه عمل ايه يعني، ايه الجريمه اللي عملها، ايه الحادثه اللي عملها، ايه الحاجه اللي عملها عشان ياخدوه امر للاعتقال يعني. اخذوه ودوهم الترحيلات، وبعد كده احنا عملنا استئناف في اللي هو 15 يوم اللي خدوهم دوت. فالحمد لله اخذوا اخلاء سبيل ورجعوا تاني استأنفوا وعطوهم تاني، اخذوهم تاني للاعتقال. رجعنا تاني استأنفنا واخدوهم تاني، وبعد كده عطوهم اعتقال مباشر يعني. رحنا زرناهم يوم الأحد. طبعا عقبال ما دخلنا الزيارة قعدنا من حوالي 10:30 ل1:30 مستنيين نشوفوهم. قاعدين في مكان وحش جدا ومكان صعب جدا ولا ينفع القعاد فيه ولا الوقفة فيه، غير ان هم يدخلونا من أوضة لأوضة من أوضة لأوضة. المهم ان احنا دخلنا لهم. عقبال ما دخلنا لهم التفتيش بطريقة انا مش عارفة كل دوت ليه يعني. ده هم ناس بسم الله ما شاء الله يعني، نحسبهم ان الشارع واللي حواليهم يسألوا كده اللي حوالينا في الشارع بسم الله ما شاء الله ناس مصلحين ومش بيعملوا غير الخير. قعدنا معاهم حوالي ساعة ونص. لحد دلوقتي احنا مش عارفين والله الاعتقال ده مدته قد ايه، هل هو مدته شهرين لطالع اقل من كده. لما اخدوه سنة 2005 اخدوه حوالي 62 يوم. لما طلع بنته معرفتهوش، كان عندها 6 شهور ولما طلع بقى عندها 8 شهور. بنته معرفتهوش يعني مين ده، باباها ومش عارفاه. برضو المرة دي لما اخدوه بنته بقى ماشية في 3 سنين، هي هتتم 3 سنين. مش مصدقة يعني فين بابا؟ بابا مش قاعد معانا ليه يا ماما؟ هو بابا مش بينام معانا ليه يا ماما؟ ولما راحت شافته جالها شبه حالة نفسية يعني، مشيت من هناك توتر وعياط وانا عايزة بابا، اروح مع بابا. لما يعملوا كده في الاولاد يعني يبقى نفسية العيال عاملة ازاي؟ مهم ان لازم يبقى فيه سبب، ومفيش سبب يعني. احنا لحد دلوقتي نفسنا نعرف ايه السبب اللي بياخدوا بيهم الناس دول. عندي يوسف عنده 1 وشهرين، مفتقده جدا جدا جدا. يوم ما شافه هناك ما كانش مصدق يعني، فضل يقعد على رجله ويهزر معاه ويضحك معاه. مش عارفه بقى لما ان شاء الله يطلع بالسلامه هل هيعرف ان ده باباه ولا برضه مش هيعرف زي بنته يعني. جزاكم الله خيرا وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم يعني.